بيبدأ فيلمنا بواحد اسمه نيسان كين وبيكون شغال في بنك وبيكون مساعد مدير البنك، وهو داخل بيشوف واحدة موظفة معاهم وبيبان انه معجب بيها. بعد كده بيدخل البوفيه عشان يعمل قهوة وبتجيله البنت دي وبتخبط على ظهره، فنيسان وهو بيصب القهوة بتاعه على ايده وايده بتتحرق، فبيدخل المكتب بتاعه عشان يحط مرهم على ايده، وبتجيله المكتب البنت اللي اسمها شيري وبتقوله انها اسفة وانها عازماه على الغدا النهاردة، فبيوافق وبيروح يقابلها. وشيري بتطلب كيكة وهو بيطلب عصير، فبتعرض عليه انها تديله حتة لكنه مش بيوافق، فهي بتستغرب لانه مش راضي ياكل حاجة، وهو بيقولها السبب انه عنده مرض في الاعصاب بيخليه ما يحسش بالالم، وده بيفسر لما القهوه وقعت عليه هو ما حسش باي حاجه، فهو رافض ياكل لانه ممكن يعض لسانه من غير ما يحس. لكن شيري بتتحايل عليه انه يجرب يدوقها وبتوعده انه مش هيحصل له حاجه، وبيدوقها وبتعجبه جدا وبيفرح انه ما عضش لسانه. بعد كده بنشوف نيسن في البيت وهو بيلعب لعبه فيديو مع صاحبه، وصاحبه ده بيكون صاحبه الوحيد وبيكون عمره ما شافه في الحقيقه، وبيقول لصاحبه ان شيري عزمته انه يروح معاها معرض فني، وبيقول له انه مش عايز يروح، لكن صاحبه بيشجعه انه يروح. فبيروح وبيقابلها وهي بتفرجوا على اللوح بتاعتها. بعد كده بيروحوا يقعدوا في بار عشان يشربوا حاجة، فبيقابل واحد صاحبه يعرفه من زمان، فبيقول لها انه كان معاه في المدرسة وكانوا مسمينه نوفيكين لانه لما اكتشفوا انه ما بيحسش بحاجة بدأوا يضربوا فيه، وهو ما كانش فارق معاه لانه ما كانش بيحس بأي ألم. فلما بيقول لها كده بتتعاطف معاه وبتقول له ان نوفيكين اسم حلو. وبعد كده بنشوف المنبه بتاعه بيرن، فبتسأله هو ليه بيعمل منبه، فبيقول لها انه لازم يظبط منبه كل 3 ساعات يا اما مسامته هتنفجر بسبب الحالة اللي عنده. فبيروح الحمام ولما بيرجع بيلاقيها قاعدة مع صاحبه، فبتضحك عليه وبتشربه مشروب حراق جدا وبتقوله ان المشروب ده المفضل لنوفيكين، فبيضحكوا عليه. وشيري بتقول قدامه انهم رايحين بيت نيسن، ونيسن كان فاكرها بتهزر، لكن لما بيطلعوا بره بتقوله انها عايزة تروح بيته فعلا، فبيروحوا بيته هما الاتنين وبيقضوا الليلة مع بعض هناك. بعد كده بتعدي الأيام وبيكون نيسن في البنك، وفجأة بيدخلوا عصابة وبيكونوا عايزين يسرقوا البنك، فبياخدوا المدير وبيهددوه عشان يقولهم على كلمة سر الخزنة، ولما المدير ما بيرضاش يديهم كلمة السر بيموتوه. فبياخدوا نيسن طبعا عشان هو مساعد المدير وبيضربوه عشان يقولهم، بس طبعا هو بيكون مش حاسس بحاجة ومبيرضاش يقولهم حاجة. فزعيم العصابة لما بيلاقيه مش عايز يقول حاجة بيوجه المسدس ناحية شيري وبيهدده ان هو هيموتها، فبيضطر نيسن يقول كلمة سر الخزنة، والحرامية بيفتحوا الخزنة وبياخدوا فلوس وبياخدوا كمان شيري معاهم كرهينة. ولما بيطلعوا بره بيضربوا النار على البوليس وبيهربوا، ونيسان بيطلع بره بيلاقي البوليس مضروب وعين على الأرض، فبياخد المسدس وعربية البوليس وبيجري ورا العصابة، والعصابة بيكونوا في عربيتين. ولما بيشوفوا نيسان بيجري وراهم بيحسبوه بوليس وكل عربية بتاخد طريق، فنيسان بيضطر يدخل ورا عربية واحدة وبيجري وراها لغاية لما العربية دي بتاخد طريق مسدود، وسواق العربية بيطلع منها ونيسان بيثبته بالمسدس، فالراجل بيطلع يجري وبيدخل جوه مطبخ، ونيسن بيجري وراه وبيدور ما بينهم معركة، ونيسن بيموته وبياخد موبايله وبيلاقي رسالة مبعوتاله من العصابة وبتقوله إن وصلوا للمكان اللي هما متجمعين فيه، ونيسن بيلاقيه عامل وشم على دراعه فبيصوره وبيبعت الصورة لصاحبه عشان عايز يعرف هو رسم الوشم ده فين عشان يوصل منه المكان اللي العصابة اللي حابسين شيري فيه. بعد كده نيسن بيروح لواحد عشان بيكون مصاب بطلقة وعايز يخرجها، وبعد ما بيخلص بياخد عربيته وبيمشي. وبيجي مشهد لفردين العصابة بيكون واحد منهم ملقان على أخوه اللي نيسن قتله لأن هو بعتله رسالة ومجاش لحد دلوقتي، لكن صاحبه التاني بيطمنه وبيقوله أكيد هيجي كمان شوية. وبنشوف شيري وهي زعلانة لأنه قتل مدير البنك، وبنكتشف اصلا انها واحدة منهم وهي اللي كانت مخططة لسرقة البنك، ولكنها هي كانت متفقة معاهم انهم ما يقتلوش حد وانهم ياخدوا فلوس البنك وخلاص. بعد كده بنشوف نيسن رايح المكان اللي واحد من افراد العصابة رسم فيه الوشم، وبيدخل نيسن وبيقوله انه محتاج يرسم وشم زي اللي في الصورة دي، وبيتضح ان الراجل ده يعرف صاحب الوشم بيقوله ان هو اسمه بن. فنيسن بيحاول يوقعه في الكلام عشان يعرف مكانهم فين، لكن الراجل بيكتشف ان هو مش تبع العصابة فبيحاول يقتله، والراجل كان هيموته، لكن نيسن بيمسك سكينه وبيضربها في الراجل، ولكنه بيقوم تاني وبيحاول يضربه، لكن نيسن بيلاقي ازاز مكسور على الارض فبيفضل يضرب ايده على الازاز لغايه ما الازاز بيلزق في ايده فبيضرب الراجل في عينه. ونيسن بيكون عايز يعرف منه مكان العصابه فين، فالراجل بيعترف له وبيدله على عنوان البيت اللي ساكن فيه بن. ونيسن بيروح هناك وبيدخل البيت وبيكون البيت ده مليان فخاخ، ونيسن بيقع في فخ وبيتعلق فيه ومبيعرفش ينزل، فبيكلم صاحبه عشان يجيله ويفكه. وفي نفس الوقت بيجي اخوه بن عشان يدور على اخوه في البيت، لكنه بيلاقي نيسن متعلق وبيسأله على مكان اخوه، لكنه بتجيله مكالمة من زميله التاني وبيقوله ان لقى اخوه ميت وجايبينه في الاخبار، وبيقوله اللي قتله واحد رفيع ولابس بدلة، فبيعرف ان نيسن هو اللي قتله فمش بيرضى يموته وبيقوله ان هو هيعذبه الاول، وبيفضل يعذبه وبيقشر ضوافره، ولكن نيسن بيعمل نفسه متوجع لغاية ما بيجي صاحبه وبينقذه. وفجأة بيكون البوليس بره، لكنه بيعمل خطة وبيلبس صاحبه اللبس بتاعه وبيخليه يجري ويعطل البوليس لغاية ما نيسن يهرب. وبيروح نيسن للمكان اللي فاكر انه خاطفين شيري فيه، لكنه لما بيروح بيثبت اخوه شيري بالمسدس وبيهدده انه يسلم له شيري يا اما هيموته، ولكنه بيتصدم ان شيري تبقى اخته هي اللي مخططه لكل ده، وسايمون اللي هو اخو شيري ده بيضربه وبينزله تحت عربيه وبيضغط عليه العربيه جامد، لكن شيري بتوقف اخوها وبتقوله ان هو يهرب وهي هتفضل مع نيسن، لكن طبعا اخوها مش بيعجبه الكلام ده وكان هيقتلها، لكن البوليس بيجي وبيضربوا نار عليه قبل ما يقتل شيري، وبيحطوا الكلبشات في شيري وبياخدوا نيسن وبيودوا عربيه الاسعاف.
لكن في اخر لحظة سايمون بيفوق تاني وبيضرب الضباط بالنار وبيطلع برا بيلاقي عربية الاسعاف، فبيقتل السواق وبياخد العربية وبيهرب بيها. وشيري بتروح للضابط وبتكون عايزة تاخد منه مفاتيح العربية عشان تلحق سايمون، لكن المحققة بتوقفها بالمسدس وبتقولها تاخدها معاها وبتاخدها وبيجروا ورا سايمون. ونيسن بيكون في عربية الإسعاف وبيفوق بياخد إزازة وبيكسر بيها إصبعه عشان يشيل الكلبشات من إيده، وبياخد الصاعق بتاع الإسعاف وبيضرب بيه سايمون فبتتقلب بيهم العربية. وسايمون بيقوم وبيحاول يخنق نيسن، لكن نيسن بيقدر إنه يقطع الحبل اللي شنقه بيه، وبيقوم وبتدور ما بينهم معركة وبيضربوا بعض، وكان خلاص سايمون هيموت نيسن لكن شيري بتوصل بتضرب عليه نار. وسايمون بيطلع يجري لكن بيغفلها وبيحاول ياخد منها المسدس وبيضربها، لكن نيسن بيقوم وبيضربه بالسكينة وبيموت. بتخلص على كده ونيسن بيروح المستشفى والضابط بتجيله وبتقوله انه كان هياخد حكم 25 سنة لكن حكمه اتخفف لانه ساعد الشرطة واخد 5 سنين بس. وبيروح السجن وبتكون جايله زيارة من شيري وبتجيبله كيكة معاها وهو بيوريها وشم رسمه على جسمه، وبتخلص الزيارة وبتقوله انها هتجيله الزيارة الجاية، وبيقول لها ان هو بيحبها وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة، وسلام.